في هذا الفيديو غادي نصحح واحد الخطا اللي داير البوز، واللي هو فاش نبغي نكروشي بمعنى ندير لاطلاج، شكون اللي نسبق؟ واش الفليكسيبل الاحمر ولا الصفر؟ حيت كاين اللي كيقول لك باللي انك خاص تركب الفليكسيبل الصفر هو الاول باش المقطوره ما تتحركش الا نسيتي ما درتيش البلوكاج. وباش نكونوا واضحين، هذا الكلام خطا 100%، وغادي نشرحها لك بالدليل من وابكو او بي اس. وهنا طبعا كنهضروا على الناس اللي عندهم مساحه قليله بين المقطوره والتراكتور، بحال مثلا الفريغو. اولا نذكروا بالدور ديال كل فليكسيبل. فالمان روج الدور ديالها هي تمد لي المقطوره بالهواء، يعني لاليمونطاسيون. اما الصفر فهي كوموند ديال السيرفيس، بمعنى كتخدم فقط ملي كنضغط على البيدال دو فران لا غير، وما عندها حتى شي علاقه بالستاسيون. اللي كتشوف دابا في الفيديو هي وحده من بزاف ديال لي شيما من عند وابكو او بي اس بوحدها، وزيد عليها لي جينيراسيون اللي كاينين في كل سيستم. ولكن الحاجه الوحيده اللي ما فيهاش نقاش هي الدور ديال كل فليكسيبل والديسبوزيتيف ديال البلوكاج اللي هو هذا. فاذا شفتي مزيان في الشيما غيبان لك بان المان روج كتمشي ديريكت باش تحرر لي العجلات، والحاجه الوحيده اللي كتوقفها هي الديسبوزيتيف ديال البلوكاج. فالناس اللي كتقول لك نركب الصفر هو الاول وبلا ما نبلوكي، فاخويا راك كتعرض الحياه ديالك للخطر، وربما حتى الناس اللي حداك. فقبل اي عمليه بغيتي دير ضروري خاصك تبلوكي، وديك الساعه انت حر ركب اللي بغيتي. ولكن فاش كتسبق الفليكسيبل الاحمر وانت ديجا مبلوكي، فراه كتربح الوقت اللي كيعمروا فيه لي ريزيرفوار ديال السيرفيس. دير لايك فولو وبارطاجي الفيديو مع اي شخص في الدومين باش تعمل الفائده. كان معكم دياغلوكس، نتلاقاو في الفيديو.